السلام عليكم. معكم محمد ناشر السعد. إدريس تلاقى مع الأمازيغ ديال طنجة وحبوه وعرضوا عليه بلادهم. هما كانوا في الريف وعرضوا عليه للريف، ومن بعد عرضوا عليه الوالدي جيت فاس واحد القبيلة تما، وحبوه وزوجوه بنتهم كنزة بنت إسحاق وتزوج بها، ولكن كان تيعلمهم تيحفظهم القرآن وتيعلمهم الدين الإسلام، وشافوا منه أنه كان أخلاقه زينة وأنه كان كريم وطيب الأخلاق وحسن الصورة. نشرح لهم أنه هربان من العباسيين وأنه خاصو الحماية وكذا، هما يتجمعوا هما ويبايعوه، وقال لهم أنه ما عندش يلقاو شي واحد أحسن منه وحق منه يعني بمعقول، وأنه معقول وأنه غادي يخدم بلادهم وغادي يتهلا فيهم وغادي ينشر العدل والمساواة وغادي يحاول يعاونهم باش يوليو دولة قوية. وهما حيت عرفتهم هما قبليين وما تيحملوش يدخل شي حد، فهما هي بحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بايعوا إدريس الأول كانت تكون دولة غالبة في تونس في المغرب الأدنى والأوسط، ودولة الأمويين في الأندلس كلهم خايفين منه وطامعين فيه نيت. فبدا حيت هو قاري مزيان ومتعلم مزيان، تعلم في بغداد، وما كانتش بغداد ديك الساعة الله يمشيها، كان في البصرة والكوفة وتعلم في المدينة المنورة وعرف السيرة النبوية وعرف كل شيء. بدا الانطلاقة ديال الدولة. السلام عليكم. فاش بايعوه بدا كون واحد الجيش وبداو تيجيوه سميتو البعثات من كاع القبائل الأمازيغية اللي في المغرب الأقصى تيبايعوه، واستطاع بالعلم ديالو كان أنه يوحدهم على حاجة واحدة. هما أصلا كانوا مسلمين وكان فيهم شي وحدين يهود وكان فيهم شوية المسيحية وكان فيهم عبادة الأوثان وكان فيهم بزاف، ولكن بالقلب ديالو مزيان وتعامله مزيان وأنه عنده أخلاق ديال الإسلام استطاع أنه يجيبهم كاملين ويوحد المغرب الأقصى لأول مرة في التاريخ على راية واحدة، دولة واحدة، وهي دولة إدريس الأول اللي ما كانتش معروفة ديك الساعة. وعرفتوا المغرب عنده جوج طرق تجارية، طريق من غادي نهضر لكم بالمدن الحالية، طريق من تارودان من نهر السنيفال تيمشي على البحر ديال تارودان، من تارودان لمراكش للرباط لطنجة، عاد تصيفط السلع لأوروبا، والسلع الأوروبية هي تدخل من هاد الشيء وتتنزل نهر السنغال، حيت مورا نهر السنغال كاين دولتين عظيمتين، كاين دولة السنغال الكبرى ودولة مالي، وهادو من الإمبراطوريات الكبار ديال اللي انقسموا على الحبشة.